إحنا متعودين إن أعظم قصص الحب بتتكتب بين البشر، لكن في قاع المحيط في مخلوق شكله يمكن يخوف ناس كتير. كتب قصة حب مفيش شاعر عرف يكتب زيها. النهاردة مش هنتكلم عن أخطبوط ذكي ولا عن حيوان غريب. النهاردة هنتكلم عن أم علمت البحر كله إن الحب الحقيقي مش بيتقاس بالكلام. وبعد الحلقة دي لما حد يقولك غريزة ممكن تبتسم، لأن اللي هتسمعه دلوقتي أكبر بكتير من الكلمة دي. تعالوا نبدأ الحكاية. الأخطبوط العملاق الهادي هو أكبر أنواع الأخطبوط في العالم. بيعيش في شمال المحيط الهادي، تلاقيه موجود في اليابان وروسيا وكندا وأمريكا كمان. بيحب الأماكن الصخرية والكهوف المظلمة على أعماق ممكن توصل لمئات الأمتار. يمكن عشان كده ناس قليلة جدا شافت قصته. ولما تشوف شكله يمكن أول إحساس بيجي في بالك إنه مخيف. جسم ضخم و8 أذرع وعيون كبيرة، لكن أوقات القلوب الكبيرة بتستخبى في أشكال عمرنا ما نتوقعها. الأخطبوط ده ذكي بشكل مذهل، بيقدر يفتح برطمان مقفول ويحل متاهات ويفتكر الأماكن اللي راحها قبل كده، ولو حس بخطر يغير لون جلده وكمان ملمسه فيتحول لصخرة أو قطعة مرجان. وكأن ربنا اداله قدرة يختفي، لكن ما ادالوش قدرة يهرب لما يبقى أولاده محتاجينه. لما الأنثى بتكبر وتحس إن وقت الأمومة جه بتختار كهف صغير تبدأ تعلق في بيضها في سقفه. مش 10 بيضات ولا 100، ده بتوصل لعشرات الآلاف. كل بيضة بالنسبة ليها مش مجرد رقم، ده حياة وحلم ومستقبل. ومن اللحظة دي الأم بتقرر قرار مفيش رجوع منه. تقعد جنب البيض تنظفه بدراعها برفق وتمرر عليه تيار مية باستمرار عشان الأكسجين يوصله. ولو بطلت شوية البيض ممكن يموت. كل يوم نفس الحركة ونفس التعب ونفس الصبر، من غير ما حد يشوفها ومن غير ما حد يشكرها. أوقات أجمل الحاجات اللي بنعملها في حياتنا بتكون من غير جمهور. ومع مرور الأيام هي ما بتخرجش تصطاد، بتعيش على الطاقة اللي مخزناها في جسمها بيبدأ ياكل نفسه، دراعاتها بتضعف ولونها بيتغير وحركتها كمان بتبقى أبطأ، لكن عمرها ما بتسيب البيض. يمكن الإنسان ساعات بيتعب ويقول أنا خلاص مش قادر، لكن البحر كل يوم كان بيشوف